حلقه النهارده مخصوص عشان نثبت لك القدرات الخاصه اللي بيتمتع بيها الرئيس السيسي واللي بتوصل لدرجه المعجزات. علشان كده خلينا نقول مش ممكن ان السيسي ده يكون انسان طبيعي ولا بشر زينا. وخلينا في البدايه قبل ما ندخل في الموضوع نتفق انك محتاج تركز قوي وانت بتسمع خطابات السيسي، لانك اكيد هتتعلم حاجه جديده استحاله بمجهودك البشري وتفكيرك المحدود كنت ممكن تعرفها لوحدك. 62 سنه على ثوره يوليو المجيده. الثوره دي قام بيها الجيش المصري في الوقت ده. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. وعلى فكره معلومات السيسي مش في التاريخ بس، ده اكبر من كده. باحث يعني ايه؟ يعني هو نشأ من هو صغير كده انه يبحث. عايز اضيف اقول فوق انها كانت بتشتغل رقاصه، ايوه الحقيقه يعني كانت بترقص. مش كده وبس، ده حتى في المصيبه اللي احنا فيها بسبب الكهرباء السيسي ما بخلش علينا بمعلوماته وطالع مخصوص في التلفزيون عشان يعرفنا يعني ايه كهرباء. الكهرباء مرفق من مرافق الدوله. بقول ان الكهرباء اللي بتوصل لنا في البيوت وفي المصانع هي عباره عن محطات لتوليد الكهرباء. بالمناسبه مرفق الميه والصرف الصحي مرتبط بالكهرباء. طب جربت تختبر قدرات السيسي اللامحدوده وذكائه اللي عدى كل الحدود في شرح وتفسير ايات القرآن الكريم؟ ربنا بيقول له وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعرفوا يعني عشان تتعرفوا على بعض. مش محتاجه حاجه يعني. وعلشان كده من البدايه خلينا نتفق ان احنا كشعب مصري عندنا افكار مغلوطه لازم تتصلح بقى، وطبعا مين اللي هيغيرها لنا ويصلحها لنا؟ اكيد الرئيس السيسي طبعا. يعني لما مفهومك للتغيير النهارده من بعد ثوره 30 يونيو ان السيسي هياخد مليارات مبارك المنهوبه ولا هياخد من الضرايب اللي ما اتدفعتش زي سويرس وغيره تبقى غلطان، لكن المفهوم الحقيقي للتغيير النهارده في عهد السيسي ان الغلبان اللي ما كانش لاقي ياكل مش هياكل اكتر. ناس غلابه قوي يعني ما بياكلوش. يقول لك والله مستعدين ما ناكلش اكتر. كلونا بقى خلصونا، كلونا بقى. ولو مفهومك للتغيير النهارده ان الكهرباء اللي كانت بتقطع ايام مرسي ساعه ولا ساعتين ومنتظر ان الكهرباء وازمه الطاقه تتصلح، ده مفهوم خطا للتغيير. ولو مفهومك عن التغيير بعد ثوره 30 يونيو هو ان الشرطه اللي كانت محترمه نفسها من ايام ثوره يناير ورجعت النهارده تاني اسوأ من الاول ومستني ان الشرطه النهارده حالها يتصلح وترجع تاني زي الاول، فده مفهوم خاطئ للتغيير. لان التغيير الحقيقي حصل فعلا، بس المشكله عندك انت اللي مش حاسس بيه. انت عملت تغيير كبير قوي. مش مصدقين؟ لا اوعوا تنسوا تغيير كبير جدا في مصر. بنقول ان احنا قاعدين كده مع بعض دلوقتي. يمهل ولا يهمل. وبنقول لك هو من دلوقتي الرئيس السيسي مش زي مرسي، ما بيتحاسبش لا بعد 100 يوم ولا بعد سنه. يعني اوعى تيجي بعد سنه وتقول له انت انجزت ايه ولا عملت ايه. ما عندناش رئيس خلاص بيتحاسب. كنت ممكن اسكت، لكن ما يجيش بعد سنه ويقول لك الله انت بقالك سنه عملت ايه؟ علشان كده مهم قوي انك تصحح معلوماتك وتتعلم الثقافه الجديده اللي السيسي عايز يعلمها لنا. مفيش حاجه النهارده اسمها مصر هبه النيل، خلاص مش هيبقى في نيل اصلا، او سد اثيوبيا قارب على الانتهاء. خلينا بقى نتكلم ان مصر هبه الجيش، اهم حاجه الجيش، واللي يعوز الجيش يحرم على البيت. صيد جمال قوي صحيح يعني. الحق يتقال شعبنا جميل، يتسرق ويسقف الحقيقه. يعني الجيش ياخد اللي هو عايزه، شواطئ بقى، طرق، استثمارات، مشاريع، اللي هو عايزه. ولو انت النهارده مقاول او عامل اشتغلت مع الجيش والجيش قلبك واخد منك بزياده شويه مفيش مشكله، عادي يا اخي. اقول للمقاولين هتجيب بزياده يقول لي عن اكتر يا فندم من حق. اقول له ايوه انت كسبت كتير من الجيش وفيها ايه لما تدفع للجيش. بعد ما تغير المفاهيم الغلط دي عايزك بقى تتعلم من الرئيس السيسي بعض الحاجات المهمه زي اللباقه والرؤيه السياسيه مثلا. بمناسبه مسافه السكه، مسافه السكه تنطبق على ليبيا؟ ايه كمان؟ جاوب على السؤال، جاوب على السؤال. يوه. عايزك كمان تتعلم ازاي تبقى زي الراديو بترص جمل كده جنب بعضها، هي استنباط كده محفوظه لازم تتقال على بعضها. يجد الشعب المصري من يحنو عليه كلمه او يرفق به او يرفق. حافظ مش فاهم. يعني لما اقول لك انتوا شلتوا مرسي ليه وحكومته قول لي اصل مرسي كان فاشل وما عرفش يحقق اي انجاز. ولما اقول لك النهارده السيسي وحكومته حققوا ايه من انجازات قول لي برضه مرسي كان فاشل وما عرفش يحقق اي انجاز. في تحديات في مصر، التحديات دي عصيه على الحل امام اي حكومه.
ولما يتقال لك الاخوان خونه وباعونا وسرقوا مستندات البلد وهربوها لقطر وتركيا وغيرها، يبقوا ايه؟ يبقوا خونه ولازم اعدامهم طبعا. الشغل بتاعت الوثائق مشي، طلعوها الجواسيس ودوها قطر. يعني دي من الحاجات اللي اتهربت يا فندم. شغل. هي الوثائق اللي تم تهريبها دي تمثل الامن القومي، تهدد الامن القومي. صحيح. خونة خيانة. وثائق بتقول التقديرات والرؤى ومسائل كتير جدا في دولة زي مصر. ويبيعوا الوطن بهذا الشكل يا سيادة المشير. بس اوعى تسال هو ازاي السيسي كان عايز مرسي الفاشل المتخابر مع حماس وقطر وتركيا وغيرها يعمل استفتاء على شرعيته؟ الله، هو اللي بيسرق مستندات بنقول له اعمل استفتاء؟ انت كان ممكن تغنينا كلنا عن ده انك تقول ايوه احنا مختلفين، طب نحسب. ساقبل الاستفتاء. انا اقبل الاستفتاء على استمراري من عدمه. متآمر وهبل. بس اوعى تسال هو ازاي السيسي ادى لمرسي ولجماعته الارهابيه الفرصه ان هم يقبلوا او يرفضوا فكره الاستفتاء على شرعيتهم؟ طب افرض النهارده كانت جماعه الاخوان ومرسي كانوا نجحوا في الاستفتاء، كان هيبقى الحال ايه دلوقتي؟ كان عندك فرصه انك انت تعرض نفسك على الناس وانت بتقول انك انت ليك الشرعيه. طيب وماله؟ ان هو خد جددت له الشرعيه، الاخرين ايه يا استاذ عادل؟ هيسكتوا ويقبلوا. ارحم امي العيانه. قبل ما نختم حلقتنا، لو حبينا نوصف الحاله اللي المجتمع فيها ما لقيناش الحقيقه احسن من الوصف ده. احنا ملاحظين في المجتمع فائض كراهيه موجود، فائض غضب موجود، فائض شك وتخوين موجود. عايزين حاله من حالات لم الشمل. ازاي نقدر نعمل ده؟ لكن المفاجاه الحقيقه اننا اكتشفنا ان اسباب التشرذم والخلاف السياسي اللي احنا فيه النهارده ملوش اي علاقه بالسياسه، ده طلع ليه ابعاد ثانيه خالص. الوحيد اللي في مصر اللي عارف اسباب الخلاف اللي احنا فيه النهارده هو السيسي. قد يكون احد اسباب التشظي هو الاهتمام بالافق السياسي فقط. يعني كل الكلام بتاع كل يوم مثلا كله بيتكلم عن الافق السياسي، ما حدش يتكلم. حد تناول مثلا يعني ظروف ولادنا اللي مرميين في الشوارع؟ ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. طب حد تصدى لنسب الطلاق في المجتمع المصري وتطورها؟ لا ابنك مجنون يا حاج. الاكيد انك لو مؤيد او معارض النهارده للفريق السيسي صدقني مصيرنا كلنا بقى واحد. ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقه، وما تنساش كمان تعمل سبسكرايب للقناه، ده لو فضلنا مكملين يعني وما اتخدناش.